السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناة اميرة في مطبخي. النهاردة معانا فيديو جديد بيتكلم عن طريقة عمل الكنافة بالمهلبية او بالكاستر. واول ما نبدأ فيديونا النهاردة هنبدأه بالصلاة على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، عشان ناخد الحسنات اللي بقينا في اليومين دول. زي ما انتم شايفين قدامكم كنافة بالمهلبية او بالكاستر، سايحة كده في المهلبية، حاجة كده سكر. اول بقى ما هنعمل معانا الشربات. هنحط حلة على النار، هنحط فيها 3 كوبايات مية، معاهم كوبايتين سكر ومعلقة عسل كلوكوز، وهندوبهم على نار عالية على البوتاجاز، وهندوبهم كويس اول لحد ما يغلوا، ونتأكد ان مفيش سكر على حواف الحلة عشان الشربات ما يسكرش منك. ومعانا هنا معلقة عسل كلوكوز، هندوبهم كويس قوي. هنا كان الشربات غلى معانا وخد القوام المظبوط زي ما انتوا شايفين في الفيديو قدامكم، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، نص نص. هنا بقى هنعصر نص ليمونة، وعليهم باكت فانيليا، او لو عندك فانيليا علب حطي منها ملو الغطا بتاعها. ده انا كنت مستخدمة منها قبل كده، مش كلها يعني. وطفينا عليه وهنقلبه كويس قوي. كنت انا بقى بشيل بذر الليمون اللي موجود، اللي وقع مني من الليمون زي ما انتم شايفين في الفيديو. هنا بقى هنعمل الحشوة بتاعت الكنافة. هنجيب هنا كوبايتين لبن، وعليهم معلقتين كاستر او نشا عادي، بس انا كان متوفر عندي كاستر بالفانيليا، هو لونه اصفر شوية. هنقلبهم كويس اوي على نار متوسطة. هنضيف هنا معاهم معلقة سمنة، دي سمنة بلدي بتطعمها شوية. هندوبهم كويس قوي، وهنضيف معاهم معلقة سكر. انا عامة ما بحبش المهلبية تبقى مسكرة قوي، عشان كده بننزل على الكنافة بالشربات فبيبقى سكرها زيادة شوية، فانا حطيت لها معلقة مش مليانة قوي يعني. مش مضطرة ان انت تحط لها، ممكن تسيبيها عادي كده من غير، بس انا حسيت ان هي يبقى ليها طعم معين كده. هنقلبهم كويس اوي مع بعض. ايدك في المهلبية على طول علشان ما تكلكعش منك او تعمل حبيبات صغيرة كده. عايزينها قوامها يبقى كريمي جميل، ما يبقاش فيها كلاكيع او اي حبيبات او اي كتل كده. اول ما يبدأ يغلي معانا هنقلبه كويس لحد ما يوصل للقوام الكريمي المظبوط زي ما انتوا شايفينه قدامكم في الفيديو. هنطفي عليه النار وهنبدأ نعمل بقى في الكنافة. هنا معايا نص كيلو كنافة في 3 معالق سكر بودرة او سكر ناعم قوي، وكوباية سمن. كانت الكنافة دي موجودة عندي في الفريزر، فانا هفركها زي ما انتوا شايفين قدامكم. لازم أن تبقى طالعة من الفريزر عشان تعرفي تفركيها، وعادي لو انت جايباها طازة بالمقص وهتقصيها حتت صغيرة كده. هنفركها كويس قوي، مش هنسيب فيها اي كتل علشان تطلع مظبوطة معانا في الفيديو. هنكمل الكنافة ونرجع مع بعض تاني. هنا كنت انا خلصتها اهي زي ما انتوا شايفين قدامكم، ناعمة خالص ما فيهاش اي كتل. اي كتل كانت بتيجي قدامي صراحة كنت بفركها، واللي ما بترضاش تفرك معايا حلو عشان كانت في الفريزر جه عليها مية،
فانا كنت بشيلها خالص ما بحطهاش في البتاع. هنا 3 معالق سكر. هنغلف الكنافة بيهم كويس قوي علشان هي سر اللون الذهبي وسر قرمشة الكنافة بسم الله ما شاء الله حاجة كده سكر. هنا انا ما حطيتش اي سمنة وانا بغلف الكنافة معاكم غير السكر بس. هنا صينية مقاس 26 كنت انا اصلا مسيحة فيها السمنة. هنحط سمنة في قاع الصينية كده ونغلفه بيها كويس، وبعدها ننزل بالكنافة وهنظبط الطبقة اللي تحت عايزينها سميكة شوية وتظبطيها وتخليها متساوية. طبطبي عليها كده بايدك او بطبق، او لو ما انتش عارفة تضغطيها قوي بطبق او بقاع كوباية، وهتضغطي عليها كويس قوي علشان تبقى ما تنزلش المهلبية تحت في الصينية وتتحرق منك. فاحنا هنعملها زي ما انتم شايفين معانا اهو. هنا بقى المهلبية اللي احنا عاملينها مع بعض هنضيفها كويس قوي، بس خلي بالك المهلبية ما توصلش للجنوب. هتحط زي ما انت شايفة في الفيديو كده حوالين المهلبية في الجنوب بكنافة عشان ما توصلش للجنوب. حاولي على قد ما تقدري ان هي ما توصلش للصينية عشان ما تتلسعش وتدي طعم ما هوش حلو وهتتحرق منك وهتلزق في الصينية. هنا بقى احنا بنفرد الكنافة بتاع المهلبية، قصدي المهلبية كويس قوي وهنحط عليها بقى الطبقة اللي فوق بس بالراحة كده ما نضغطش عليها قوي عشان المهلبية ما تبوظش من الكنافة يبقى انت اللي عملتيه ده كله في الفاضي. حاجة بسيطة خالص بالراحة ايدك ماشية عليها علشان تمسك بس على المهلبية، انما ما تضغطش عشان المهلبية ما تطلعش من الكنافة. هنا انا كان هيتبقى معايا شوية صغيرين من نص كيلو، كان هي كده سمكها مظبوط. هننزل عليها بالسمنة تدريجي بمعلقة، وهتحطي على الجنوب كويس قوي عشان وانت بتشيليها من الصينية او بتقلبيها غلفي الجنوب كويس قوي، وبعد كده غلفي الكنافة كلها من فوق برضو كويس. هنغلف بقية الكنافة ونرجع تاني. وهنا رجعنا معاكم بعد ما خلصنا تغليف الكنافة زي ما انتم شايفين قدامكم في الفيديو. هندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط على الشبكة. هنا كانت هي طلعت من الفرن، خدت الصراحة معايا 35 دقيقة في الفرن فوق وتحت شواية وكله. هننزل عليها بالشربات برضو تدريجي بمعلقة، بس الصراحة ما حبيتش فكرة المعلقة، انا نزلت بالحل على طول. بس حاجة بسيطة بحاجة بسيطة، ما حطيتوش كله مرة واحدة. زي ما انتوا شايفين بتشرب منك الشربات كده، يبقى انت طريقتك ناجحة ومظبوطة 100%. هنا انا قلت برضو كفاية كده الشربات بتاعها كويس قوي. هنا هي شربت الشربات خالص اهو زي ما انتوا شايفين قدامكم في الفيديو. هنيجي بقى للتقديم. هنا كنت انا قلبتها، خدوا بالكم اللون من تحت زي من فوق حاجة كده بجد سكر. جربوها هتدعولي ان شاء الله. عندك بقى مكسرات فوق منها، عايزة في الحشو عايزة اي حاجة في الحشو، بس هي الصراحة كانت تتاكل من غير اي مكسرات ومن غير اي حاجة. بسم الله ما شاء الله حاجة كده فل. ما تنسينيش بقى في لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دايبة دوب وغرقانة بالمهلبية بتاعتها حاجة كده فل، طعمها يجنن. خدوا بقى. اتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو النهاردة،
ودعموني بتعليق ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.